قضية جيفري إبستين مش مجرد جريمة عادية، دي واحدة من أخطر الفضايح اللي كشفت إزاي النفوذ والفلوس ممكن يحموا مجرمين لسنين طويلة. إبستين كان ملياردير أمريكي، عنده علاقات قوية جداً مع سياسيين، رجال أعمال، وشخصيات مشهورة حوالين العالم. النيابة الأمريكية اتهمته بإدارة شبكة لاستغلال القاصرات جنسياً. بنات بعضهم ما كانش عندهم غير 14 سنة. في 2008 اتقبض عليه في فلوريدا، لكن حصل على صفقة قضائية مخففة جداً خلته يقضي 13 شهراً بس في السجن، وبشروط مريحة. الصفقة دي أثارت غضب كبير، لأن ناس كتير شافت إن الفلوس والنفوذ لعبوا دور. في 2019 اتقبض عليه تاني في نيويورك بتهم أخطر تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرات، لكن قبل ما تبدأ محاكمته اتوجد ميت في زنزانته. السلطات قالت إنه انتحر، لكن لحد النهاردة في ناس كتير مش مقتنعة بالرواية الرسمية. القضية دي مش بس عن شخص واحد، هي عن شبكة علاقات، وعن سؤال مهم جدا: هل أصحاب النفوذ ممكن يفلتوا من العقاب؟ بالنسبة لأي دولة بما فيها مصر، الدرس هنا واضح. لما السلطة والمال يكونوا فوق المساءلة، الخطر ما بيكونش على الضحايا بس، الخطر بيكون على ثقة الناس في العدالة نفسها. قضية إبستين بتفكرنا إن الشفافية والمحاسبة مش رفاهية، دي ضرورة لحماية المجتمع من إساءة استخدام النفوذ.